مساء الخير. الأسبوع ده كنا بنسأل الناس هل قلة الفلوس بتغير أكتر ولا كسرة القلب أو جرح المشاعر؟ أنا اتكلمت مع ناس كتيرة وقلنا كلام كتير قوي عن التأثير ده، بس في حاجة حد نبهني ليها، يعني هي بنتي اللي نبهتني ليها، وهي مفارقة حقيقية ولقيتها فعلا صح. بيقولوا إنه في حاجة في الاقتصاد اسمها الليبستيك اندكس. يعني إيه؟ يعني لما الناس تفتقر وتخش على ركود وتخش على حالة من عدم يعني الاستقرار وتبقى مش عارفة المستقبل عامل ازاي، بتشتري ليبستكس او كم الليبستكس ديت اللي هي الروج ده، يعني مثال لمشتريات الفقراء، اللي هو ايه، بيشتري الحاجات التافهة الرخيصة اللي ملهاش لازمة عشان يفرح نفسه وعشان يدي نفسه احساس ان هو والله لسه بيقدر يشتري حاجات. يعني الليبستيك اندكس ده لما يعلى معناها ان احنا داخلين على مرحله ركود. بصوا دلوقتي المبيعات الميك اب ومبيعات الحاجات العبيطه اللي البنات بتشتريها، كريمات ومش عارف ايه والستات والكلام ده، الحاجات دي كل ما يحصل فيها اقبال اكتر، كل ما تتوقع ان احنا داخلين على ايام سودة. بيقولوا كمان انه في فرق كبير قوي بان انت تبقى قادر ماديا وبتستهلك، وبان انت تبقى مش قادر وبتستهلك من ناحيه نوع الانفاق. يعني وجدوا انه الناس بتنفق حاجه اسمها الكونسبشوس كونسامشن. يعني ايه؟ يعني بيشتروا للمنظره. يعني اللي معهوش انه يشتري حاجات كبيره بيشتري حاجات اكبر من مستوى دخله عشان يبان انه على نفس مستوى الاغنياء. واحنا قلنا في البودكاست ان ده معناه ان انت بتشتري موبايل اكتر من امكانياتك، جزم اكتر من امكانياتك، براند معين، بيرفيومز اكبر من امكانياتك، علشان تفضل في المستوى اللي انت تحس ان انت مش اقل من الناس اللي حواليك. برضو غصب عني بسأل، وبعدين في اننا طحنا الطبقة المتوسطة تماما اللي هي كانت عايشة مسطورة في مصر، وخلينا انها تعمل الحاجتين، تعلي الليبستيك اندكس وتعمل الكونسبشس كونسامشن. بقت بتصرف على اللبس وعلى انها تسافر تصيف وهي مديونة بأقساط مدارس، وهي مديونة بأقساط للبيت اللي هم فيه، وهي بتدفع الإيجار بالعافية. لو معرفناش نوصل الطبقة المتوسطة في مصر وفي معظم الدول، لو ما وصلتش انها تبقى مستقرة، لن يستقر المجتمع، ولو استقر هيستقر مؤقتا ويرجع يتكسر من جواه. صباح الفل.